تعالى دلعك وبالملخص امتعك نسخة الانتقالات الصيفية، ونركز المرة دي مع كبار انجلترا في الصفقات اللي تمت او شبه تمت. ارسنال بيخلص في كاي هافرتز من تشيلسي، وفي ديكلان رايس من ويست هام عشان يكون اللاعب الانجليزي الاغلى في التاريخ، وفي جوريان تيمبر من اياكس، وبيرحل عن النادي جرانيت شاكا لبايرن ليفركوزن. سيتي الناحية التانية بيجيب ماتيو كوفاتيتش من تشيلسي، ومسألة وقته يمدي جفارديول من لايبزيج، اما جوندوجان فهو الراحل من سيتي لبرشلونة. ليفربول بيجيب ماكاليستر من برايتون وسوبوسلاي من لايبزيج، وبيمشي فيرمينو نبي كيتا وميلنر، وبيطلع كارفاليو اعاره، وواضح انه بيفضي عشان يشتري لعيبه تانية. يونايتد وفي ظله انه مش عارف لسه مين اللي هيشتريه اصلا كنادي، لكن بيقوم بصفقتين ميسن ماونت من تشيلسي واندري اونانا اللي شبه تمت من انتر. وجدير بالذكر ان دخيا مشي. توتنهام خدوا كولوسيفسكي بشكل دايم من يوفنتوس، وجابوا حارس المرمى الايطالي فيكاريو من امبولي، وخلصوا في جيمس ماديسون من ليستر. ويفضل السؤال الاهم، هيقبلوا امتى بعرض بايرن ميونخ لهاري كين؟ نيوكاسل والصفقه الابرز ساندرو تونالي من اي سي ميلان.